السابليه لوحة فنية يا جماعة، مش محتاج كلام كتير، شكله لوحده كفاية. النهاردة هقولك على طريقة سهلة وبسيطة هعملها معاكي من البداية حتى النهاية، وهتلاقي الموضوع سهل بسيط وهتعمليه بنفسك وفعلا هتنبهري بالنتيجة في النهاية. المقادير بتاعتي معايا 4 كوبايات من الدقيق، 400 جرام من الزبدة، 2 بيضة بحرارة الغرفة، والزبدة كمان لينة أخرجها من بالليل، ومعايا تلتين من السكر الباودر ورشة من الفانيليا. في بولة هنزل بالزبدة، هعملها معاكي بمضرب يدوي عشان اوريكي قد ايه الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج عقد كتير ولا تفاصيل كتيرة، وهتتسلي فيه وهتعمليه وهيطلع معاكي نتيجة فوق الخيال. هضرب الزبدة، هتضرب معايا بسهولة لانها لينة. الخطوة دي هتاخد معايا من 5 دقايق بالتحديد يعني. هنا خلاص الزبدة بقت جاهزة معايا، هنزل عليها بالسكر الباودر، والخطوة دي كمان هتاخد معايا 5 دقايق. وهنا جاهزة معايا. هجهز البيض بتاعي في طبق على جنب، هنزل بيه البيض وهضربه بالشوكة، وهنزل عليه بالفانيليا، وهضيفهم على خليط الزبدة والسكر الباودر. هنا هضيف الخليط بتاعي وهضربهم مع بعض لمدة 5 دقايق. هنا شكله بقى جاهز معايا، وطبعا هنا الخليط بيبان ان هو تقيل، بس بعد ما المقادير بتتجانس مع بعضها بيبقى ده الشكل بتاعها. هنزل عليهم بكمية الدقيق كاملة، وهقلبهم مع بعض واحدة واحدة برضو بالمضرب. طبعا بعد ما انزل اللي في المضرب كله والم الدنيا هبتدي اعملها بايدي. عجينة البسكوت ما بتاخدش وقت كتير في العجن، يعني هي بس يا دوب الدقيق يتجانس مع المقادير، وده هيبقى شكلها. المهم ان هي ما تشققش معايا. هحطها في طبق وهوديها على الفريزر، احطها في الفريزر لمدة ساعة. بعد ما خرجت من الفريزر طبعا بتبقى تقيلة شوية في الفرد، يعني هتبقى صعبة معاكي، بس بتبقى ناجحة عشان طبعا البسكت ده بيبقى طري، ففي التشكيل ممكن يتعوج معاكي ما تطلعش الاشكال مظبوطة. هنا افرده بالنشابة بتاعتي، وهجيب القطاعات بتاعتي واقطع 2 مع بعض، يعني كل 2 مع بعض اقطع بشكل زوجي، 2 ب2، عشان لما باجي الزقهم على بعض ما يبقاش فيه شكل ملوش شكل. طبعا هنا العجينة عشان حطيناها في الفريزر فسهلة معانا في التشكيل، وكمان لما نيجي نسلكها ونشيلها ونحطها في الصواني بتاعتنا مش هتبقى صعبة شكلها مش هيتغير. في اللحظة دي هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وما بياخدش في الفرن كتير، يعني من 6 ل7 دقايق عشان ما يتحرقش منك، فبيبقى احتاج متابعة. بس اول ما بياخد لون من تحت ببتدي اخرج السابليه بتاعي. هنا هحطه في الصينية بتاعتي، تحتيها ورق زبدة، وده الشكل التاني.
ودي القوالب بتاعتي بيطلع فيها الشكل ده. دي بقى اللي انا بحشيها الجناش والمربى وبعمل منها الاشكال اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. باخد كورة من الصغيرة من العجين وابتدي افردها بالشكل ده، واحاول مرفعهاش عشان ما تتكسرش وما تتحرقش، يعني تكون العجينة مناسبة. وبأي خلة عندي ببتدي اعمل فيها اخرام صغيرة في القاعدة بس عشان تبقى سهلة معايا وما تعملش ارتفاع، وكمان تبقى سهلة انها تتشال من القالب بتاعها. هنا القوالب مش محتاجة ورق زبدة تحتيها، لان هي كده كده اصلا ما بتلتصقش بالصينية بتاعتي، يعني مش منها للصينية، هي كده كده في القالب بتاعها. وده شكل الهورت اللي عملته، ده بيبقى محب قوي للاطفال، شكله فاني وحلو قوي. هنا خلاص كل الكمية معايا لما استوت. بصوا التسوية مظبوطة ازاي، مش محروقة ولا نية ولا لا، جميلة. وغير طبعا الريحة اللي كانت قلبة البيت، لا حاجة جميلة بجد، تستاهل التجربة بايدك وتفرحي اولادك وتعملي لهم الحاجات دي بنفسك. هنا كنت بوريكم سمك القالب بيبقى طالع عامل ازاي. هنا طبعا زي ما قلت لكم هنعمل اشكال زوجية، هناخد كل اتنين فوق بعض، هحط الشوكليت بتاعتي وانزل عليها بالشكل المفتوح من فوق. اخلص بقى كل الكمية وهتشوفوها معايا. ده برضو شكل تاني انا عملته. وده الهارت. ودي القوالب، هنا هحشيها جناسة شوكليت وايت، وكنت عاملة برضو شوكليت دارك، وعاملة كل حاجة، يعني كل ده هتشوفوه في الفيديو ان شاء الله. سبرينكل بقى من عندي، اي اشكال اي الوان، عايزه لون واحد بس، عايزه اشكال اللي هي ملونه محبه للاطفال. وده الشكل النهائي، عملت كذا طريقه ودخلت فيها المكسرات، هنا الكاجو والفستق. الشكل لوحده يا جماعه يجنن، ده غير الطعم حقيقي، لا فعلا يستاهل التجربه، وهتدمنيها وتعمليها بشكل مستمر، مش هترتبط معاكي بمناسبات، هتعمليها على طول لاولادك. طعمها كان بيدوب في البق حرفيا. وهنا وقت التقديم، شكلها شيك قوي، محدش هيصدق ان انت اللي عاملاها ولا انت نفسك، هتنبهري بالطريقة وبالنهاية، وهتلاقي ان انت تعبتي وطلعتي نتيجة هايلة. هنا طبعا بقرب لكم الافكار كلها بحيث ان انت تاخدي افكار الحشوات والتشكيل. هنا اللي هي الشوكليت بالحليب وحطيت عليها فستق. هنا الهارت اللي انا عملته غلفته بالشوكليت كامل، طعمه يجنن، في منتهى الجمال والروعة، وكمان انبهار بقى، انبهار وفخر كده قدام عيلتك ان انت اللي عاملة كل ده بنفسك. وكمان غير اولادك مش هيصدقوا ان مامي بتعمل الجمال ده كله. وده ممكن تعمليه بشكل دائم، تحطيه في اللانش بوكس، تديه لاولادك، انت عارفه انت عامله ايه، ونظافه وعارفه الخامات والمقادير اللي انت مستخدماها، من غير اي مواد حافظه خالص. هنا خلصت الكميه كلها، حطيتها في علبه حفظ وخلاص.